المنتخبات العربية وكأس العالم. السلام عليكم. بعد مونديال قطر 2022 كانت هذه آخر نسخة من كأس العالم بنظام 32 منتخب، فالنسخة القادمة من المونديال ستتوجه 48 فرصة ستكون مثالية للمنتخبات التي لم يحالفها الحظ في التواجد من قبل في المونديال كأوزباكستان أو الغياب الطويل عنه، كما هو الحال بالنسبة للمنتخبات العربية خاصة عرب آسيا. في خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم فشلت العديد من المنتخبات العربية في التأهل مباشرة للمونديال ما عدا المنتخب الأردني الذي تأهل بالفعل. أما المنتخبات التي فشلت في التأهل المباشر فستلعب ملحق لعبور كأس العالم. الملحق عبارة عن 6 منتخبات هي السعودية، قطر، عمان، الإمارات، العراق وأندونيسيا. تقسم هذه المنتخبات إلى مجموعتين، في كل مجموعة 3 منتخبات. يتأهل أصحاب المراكز الأولى مباشرة، أما وصف كل مجموعة سيتوجهان في مباراة ذهاب وإياب للتأهل لملحق عالمي من أجل الصعود لكأس العالم. أما بالنسبة للمنتخبات العربية الإفريقية فبعد رفع عدد المقاعد المؤهلة من 5 إلى 9 سنشاهد معظم المنتخبات العربية الإفريقية في المونديال. النسخة القادمة من المونديال كانت ستشهد تواجد عدد كبير من المنتخبات العربية، فحظا موفقا للمنتخبات العربية سواء الآسيوية أو الإفريقية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم. كما لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد.